الموسيقى والفنون ممزوجة بروعة اللحن والصوت والأداء في نوتة فنون. نوتة فنون. يا أهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل، مساء يفوح عبقه. دائما أقول من وين؟ من مسقطنا الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة فنون الإلكترونية، فنون صوتك حيث تكون. رجعنا لكم في برنامجنا، برنامج نوتة فنون، اللي عودتكم دائما نطل في إطلالات جميلة مع ضيوف مميزين، وفقراتنا اللي دائما تكون متنوعين فيها. نوتة فنون نأتيكم كل ثلاثاء من الساعة 7 مساء إلى الساعة 8 مساء، وأحيانا نزيد شوية. معاكم أنا اليوم بالإعداد والتقديم أحمد المحروقي، وبالإخراج الزميلة ثريا المسكري زي ما غيبنا. مرحبا فيكم متابعينا ومشاهدينا عبر أثيرنا الجميل. وين قلت أنا اليوم؟ فنون. فنون صوتك حيث تكون. اليوم عندنا حلقة جميلة، حلقة استثنائية بإذن الله. رجعنا لكم ورجعتنا دائما ضيوفنا مميزين ومبدعين في سماء الموسيقى والفن. يسمحون اليوم أني أستضيف صديقي العزيز وزميل بالساحة الموسيقية، المهندس الموسيقي والموزع إبراهيم البلوشي. مرحبا وسهلا فيك أخوي إبراهيم. صوتك بعيد. أهلا وسهلا. يا مرحبا، نورت إذاعة فنون ونورتنا بالاستوديو. شكرا على الاستضافة، ما قصرتوا. الله يطمئن. إن شاء الله أكون عليكم ضيف خفيف. وأنت كذلك بإذن الله إن شاء الله. اليوم يعني أنا دائما طماع في ضيوفي، أحب أني أتحاور، أحب أني أخذ المجال هذا يلفتني كثير. أنت مجالك يا إبراهيم في الهندسة الموسيقية. زين، يعني بداية نفتتحها، نعرف السادة الجمهور والمتابعين والمستمعين من هو إبراهيم. إبراهيم البلوشي من سكان مسقط الجميلة. نعم. بالتحديد من ولاية السيب. ولاية السيب، أكيد المعبيلة. معبيلة أكيد. المعبيلة مبونا فيها مبدعين. المبدعين دائما موجودين كلهم في المعبيلة. زين، نتوجه ونقول من هو إبراهيم. إبراهيم كان مستمع في الماضي من أيام المدارس. نعم. فحبيت إني أكون مغني والناس تسمع لي مثل ما أنا أسمع هالأغاني، يعني كيف يغنون، كيف تكون الكتابة والتلحين وهذا كله. نعم. فالبداية كانت شوي صعبة. البداية كانت بمايك ب3 ريال أيام مدارس. هذاك سلك. زين. أيوة. وشل عليه. أيوة. فبديت بذاك المايك وجبنا العيد. الصوت ما كان واضح، الخسائر يعني ضاربهم على 3 ريال. هو 3 ريال غاليات ذاك الزمان ترى، ما شوية. زين، لكن بداياتك أنت كنت تستخدم أدوات على قولتنا احنا بنقول بدائية شوية. زين. الأدوات كانت جدا جدا سطحية، يعني عندك المايك مثل ما خبرتك، وسماعات سامسونج اللي مع التلفون تحصلها. هيدفونات ذاك العاديات. ليش استعملهم ما أعرف، لأن ما كنت أمشي على اللحن بالأساس. كيف؟ يعني كنت بس أغني كذي، غني ونزل. ما كان عندي أي خلفية عن الهندسة، ما كنت أعرف إن في بروسس ثاني يعني بعد التسجيل. في هندسة، في ميكس وماستر، بعدين عاد نزل العمل. كانت بداياتك كارثية جدا. جدا. زين، كيف حبيت انك تطور من مهارتك في يعني مع بعد ما قاسيت كثير في المجال هذا بداياتك، كيف حبيت انك تطور من نفسك او كيف وجدت نفسك؟ والله أنا فترة، أنا شوف، أنا ما كثير يعني من وقف معاي، ما حد وجهني إلى الطريق الصحيح. ففترة طويلة كنت أنا أغلط كثير في الأغاني، يعني حتى إذا تسمع الأغاني القديمة تحصل يعني تسمع صوت باب من وراء. ما كنت أعرف إن في شيء لازم تنظف وهذا كله.
فبعد ما استمريت وشفت ان في اقبال، في ناس تستمع لهذا الفن، فحاولت شوي شوي اني اطور من نفسي. انتقلت اول شيء غيرته من نفسي، اني غيرت المايك اول شيء، لان المايك ما كان ينفع ابدا. خذيت لي مايك ام اوديو، ايامها كان الكرت صوت غالي. كرت صوت غالي، نعم. قمنا ناخذ المايك الام اوديو اللي يكون فيه الكرت صوت منه ومن نفسه، جميل. ومدخل سماعات بعد في المايك. كان تقريبا سعره كان 60 ريال بس، كان جدا قوي. لا، في ذاك الوقت يعني كانت كرت الصوت يعني قوية، لكن الحين لما نجي نرجع على القديم نستغرب، يعني نقول ما يكفينا ابدا. في ناس للحين يستعملون الام اوديو القديم اللي هو الام تراك، الشركه ما قامت تصنع ولا تنزل تحديثات حق هذا الكرت صوت، ما زالوا الناس يستعملون هذا الكرت صوت لانه نعم. كان قوي. حلو. الحين كروت الصوت صارت يعني كلها متشابهه، يعني ما في اي فرقيه، فرق الاسعار فقط. فرق الاسعار، يعني لو تاخذ لك اللي هو شانلين او تاخذ لك 20 شانل نفس الاداء بيكون. هو نفس الاداء، بس الكرت الصوت يعتبر دائما هو شيء اساسي دائما في التسجيل. انت اذا بتركب لازم تحسن نقاوط الصوت، شيء اساسي. لكن انا اقول انه مثلا حتى لو ركبت 12 شانل يفرق الجوده، يفرق الجوده، لان شوف اذا انت محتاج شانل اكثر فما تقدر تشتغل على الكرت صوت العادي اللي هو 1 شانل او 2، فتحتاج شانل زياده. نعم. فتحتاج اجهزه زياده عشان انك تحصل مداخل اضافيه. هل تعمقت في الامور اللي هي الاشياء هذه الثانويه، اللي مثلا الكرت الصوت، الكيبلات، تعمقت فيها هذول؟ انا اخر فتره تعمق، لان تعبت من المايكات. انا صوتي حاد، اذا اغني فلازم اني انزل الحده انا، فكان عندي كرت صوت كان حاد جدا، والمايك بنفسه كان حاد، يعني ما كان مجدي ابدا بالنسبه لي. بعتهم دورت على المايك وكرت صوت اللي يكون على الاقل يكون كثر ما اقدر اني اخذه، يكون ستريت يعني لاين، حلو، ما يكون فوق وتحت كثير، لا يكون حاد ولا يكون غليظ. نعم. فخذيت ساوند كرت اللي هو البريسونس. ممتاز جدا، وناسبك جدا ناسبني، ما اتوقع اني بغير الحين حاليا. اذا غير اخذ نكست ليفل بس نفس الشركه. الان البولو، شو رايك في البولو؟ البولو كروت الصوت بولو جدا ممتاز، جميلة جدا، بس غالي. بس جميل هو غالي. شوف، هو يتفرع، هو غالي، ولكن الغالي يطلع لك جودة، يطلع لك الجودة، نقاوة الصوت تكون أحلى. وناس كثير ما تعرف الأمور التقنية هذه. يعني مثلا الواحد يجي يقول لك شو هو كرت الصوت، يعني احنا بنوضح للسادة اللي يحبوا الفن، الناس اللي تحب الفن، يعني كيف تواجه مشاكل معهم الاشخاص اللي يعني اللي مثلا يجيك الحين، هو مثلا انا اليوم جيت ابراهيم، انا عندي صوت لكن ما اعرف كيف نمط التسجيل، كيف راح يكون نمط التسجيل. احنا عندنا هني شوي معقدين الموضوع. يعني انا بعطيك مثال، في اشخاص يعني عندهم مواهب واصواتهم جميله جدا، نعم، بس لما يروح الاستديو يحصل الاسعار يعني جدا خياليه، عباره عن راتب كامل. زين، شيء اكيد انه بيتراجع كمين خطوه وما بيكمل. حلو. بس بغيت اوجه لهم هذا الرساله، ترى الموضوع ما جدا صعب. انت محتاج اشياء بدائيه، لابتوب بامكانيات عاديه، كرت صوت، مايك وسماعه. حلو، هذا اللي تحتاجه فقط. جميل. محتاج غرفه هاديه تكون، ما يكون فيها ربشه، ما يكون فيها صدى كثير. في يعني لو تمشي على الاولد سكول، في ناس يحطون عندك سفنج عادي على الجدار، زاويه الجدار يحط لك سفنج يمين ويسار، خلاص يسجل في النص، اللي هن العوازل. ايوه بالضبط، حتى اسفنج عادي، اي اسفنج اللي جاب الحكي اللي ايوه هو نفسه. فاي اسفنج عادي تقدر انت على الاقل تبدا في مسيرتك، بعدين عاد وانت تكمل. يعني بتتطور شيء اكيد، ما بتتم على نفس المايك، ما بتتم على نفس الكروت الصوت، هالسوالف شيء شكله برا ما حلو بعيد عنه. المهم زين، لكن ابراهيم، انا يعني حتى لو اقطع كلامك، احنا ما نظلم اصحاب الاستوديوهات بشكل عام. شوف، بعض الاستوديوهات يقول لك يخيرك ما بين باكج كامل أيوة. او انك مثلا تشتغل على ايفاد، او انك تشتغل على كيبورد، يخيرك. يعني هل يا ترى انت قادر؟ اذا ما عندك السيوله بالدفع يعطيك الخيار اللي هو العادي، مثل ما قلت، يحتاج لي كمبيوتر، غرفة هادية، أبدأ أشتغل فيه، ويكون بسعر جدا رخيص. يعني الحين تحصل لك حتى عدة التسجيل تحصلها على الباكجات. زين، حلو. لكن أنت لما تجي تشتغل شغل عادي، الناس شو يقول عنك؟ مبتدئ ولا شيء كذا، يقولوا لك يعني أنت اشتغلت كيبورد،
يعني احنا كيف الفن وانت كمهندس موسيقي احيانا تخاف على اسمك ان انا اشتغلت كيبورد. بالضبط. لما تشتغل كيبورد الناس دائما المهندسين الثانيين يعني يقول لك عمل صح انه سووك اشتغلت فيه، لكن هذا ما في يعني شيء من اللايفات. فدائما صار الحين التباهي باللايفات. صح. ولا شو رايك؟ تتفق معك؟ اتفق معاك انا، بس ما في حد يعني بدا من عنده كل شيء. كل شيء. انا واحد من الناس بدايتي كانت كيبورد. انا اعترف انا فنان، لكن بدايتي كانت كيبورد. صح. والكيبورد هذا صنع من احمد فنان اليوم. بالضبط. موجود وحاضر، يعرف الامكانيات، يعرف وين يوجه نفسه. بالضبط. يعني انا بداياتي اشتغلت كيبورد وانتقدوني انتقاد كبير، قلت لهم ما في ضير ان انا اجرب الكيبورد. شوف الانتقاد ترى عمره ما راح ينتهي، سواء انت عطيت يعني نزلت اغنيه كسرت الدنيا، لازم في حد ينتقدك. وكبدايه اذا انت بديت بشيء بسيط، انت اذا انت ابدعت في هذا الشيء، انت فما بالك اذا انت وصلت توب، خلاص عندك كل المعدات، عندك كل شيء، عندك استديو خاص فيك، وعندك مايك غالي جودته ممتازه، انت ايش بتسوي بعدين؟ نعم صح. زين، كيف اكتشف ابراهيم في نفسه انه انا قادر اني اكون مهندس موسيقي؟ مهندس موسيقي، انا كنت مغني سابقا. ايوه مغني، عباره يعني ما نقدر نقول مغني، مؤدي راب. مؤدي راب. ايوه. فالكلمات كانت جدا سطحيه، ما كنت مركز، كل تركيز اني امشي على اللحن فقط، ما كنت اعرف انه في كلمات وفي هندسه وسوالف. بعدها كنت اسال فلان وعلان، يا اخي في هندسه الحين، انا اعرف ان في ناس يهندسون، يا اخي هندس لي هذا المقطع، سوي لي افكتات شويه. والله العظيم ما حد يساعدك ابدا ابدا، ما حد بيساعدك. الحين يوم تمكنت خلاص في اشخاص جالسين يساعدوني، لان ما زلت اتعلم انا. يعني انا الحين اكتب اغاني بنفسي واسجل بنفسي، يعني مثل ما قلت لك اني اسجل حن نفسي انا. يعني حتى الاستديو اللي عندي انا ما عندي حد يسجل لي، انا داخل، انا هذا البوث على اليسار. نعم. على اليمين عندك شاشه كبيره، نعم. حاط لي نفس طاوله يعني داخل البوث، اشيل الماوس معي. يا سلام. والله اسجل حن نفسي، والباب مقفول، ما اخذ راحتي على راحتي. اخلص اروح اكمل البروسيس، الهندسه والميكس يعني والماستر انت يعني تخدم نفسك بنفسك. بالضبط. فالحين انا ما احب ان اعمالي تتاخر عشان شخص ثاني. يعني مثلا اذا الحين انا خلصت العمل واعطيك العمل عشان تخلص الهندسه، متى بتخلص لي اياه؟ صح، ياخذ كثير وقت. انا ما حسين الجسمي عشان تخلص لي اياه نفس الوقت، لا بتذلني اسبوع اسبوعين ثلاثه. صح. انا ما اريد اني اخلي اعمالي يعني مثل ما تقول عالقه. ايوه بسبه شخص ثاني. تكلمنا انه قبل البرنامج عن الوقت. الوقت مثل ما انت قلت الحين، اصحاب الاستديوهات يعطونا خيارين، او انك تاخذ باكج كامل بمبلغ معين، او انك تسجل يعني بمبلغ رمزي ساعه. فاذا انت كنت متمكن وعارف انك انت بتخلص العمل هذا خلال ساعه، تقدر انت تدفع له هذا المبلغ وانت مخلص امورك ورايح. فاذا عندك يعني مثل ما تقول امكانيه انك تخلص العمل كامل خلال نص ساعه، روح على هذا الباكج، ارخص باكج. ارخص. ايوه. اما انك انت حاط في بالك بتخلص خلال نص ساعه وتدفع له مبلغ ساعه وتجلس عنده 5 ساعات، هذه خساره. يعني الحين اذا انت اعطيتني موعد ساعه، قلت انا باغي اسجل خلال ساعه، بعد الساعه هذا انا اعطيه الوقت عشان حد ثاني انه يجي يسجل. صح. هذاك الشخص بيتعطل بسبتك انت وانت ما خلصت. تمشي بنظام الساعات، اجر الساعه، ولا ما مطبق نفس نظام بعض الاستديوهات؟ انا امشي على نظام تسجيل ساعات، بس مرات يجيك واحد مبتدئ ما عارف انه ايش يسوي، ما عارف كيف يسجل وبيعذبك. ايوه. فهذا من ساعه ينتقل الى 6 ساعات. كم هذا بيكون على المبلغ؟ واجد مبلغ واجد. فانت تقول عادي امشي ايش اسوي؟ ما اغلبيه الاستوديوهات ياخذ بنظام اجر الساعه. انا اقول دائما اذا صارت اجر الساعه يتولفن عليك. بالضبط. الغوازي. بالضبط. اي والله. بالضبط. زين، الحوار جميل وشيق معك، لكن ما يمنعنا ناخذ بريك وفاصل وراجعين لكم.
يا هلا يا هلا، ورجعنا لكم مرة ثانية، ولكن فقرتنا فنون توب 10. نروح للمرتبة 10 لسلطان المرشد، يقول فيها يهب البرد. سلطان المرشد تغنى بأغنية يهب البرد، ومن كلمات وتد والحان راشد محمد، وخلال يوم واحد حصدت 276 ألف مشاهدة. وبالمرتبة 9 علي جمعة يقول جيتك. كلمات من خالد سامي والحان علي جمعة، وجيتك حصلت مشاهدات 600 ألف خلال 3 أيام بس. يا ليتنا يا شوق. وبالمرتبة 8 فارس كرم قال هلا هلا يا شو اسمه يا دني. فارس كرم تغنى بأغنية هلا هلا يا دني، يعني اكتسحت ساحة ب 2.2 مليون من كلمات والحان فارس اسكندر. لو حدا زعلني مرة. وبالساحة الفنية المخلوطة ما بين محمد السالم وخليفة أوجي، تغنوا بأغنية اتهكرت من كلمات فقار الماجد والحان همام حسن، واتهكرت تخطت حاجز 3 مليون باليوتيوب. وبالمرتبة 6 بالساحة اللبنانية جورج وسوف تتكلم علي. تتكلم علي من كلمات أمير، وتخطت حاجز 3.5 خلال 7 أيام. ونرجع للساحة العراقية، علي جاسم وحمزة المحمداوي وعلي ماجد تغنوا بأغنية جميلة جدا. شنو يقول بيها؟ راضي عليك. كلمات بران شوان والحان علي جاسم اللي أنا أحبه وايد، صديق العزيز، ومشاهداتها 3.5 ومتعدي شوي عليها هون. ونروح لماجد المهندس البرنس، يقول تستاهلين الحب، تخطط حاجز كم 500 ألف على ما أعتقد مشاهدة. وننتقل إلى المرتبة 3 لياسر عبد الوهاب وزيد الحبيب. ياسر عبد الوهاب وزيد الحبيب أغنية قلبي تغنوا بيها، وكلمات محمد الواصف، وتخطت حاجز 15 مليون مشاهدة. أغنية قوية ونالت استحسان الجميع. وكذلك بالساحة العراقية محمود التركي قايل بيها حامد روحي. محمود التركي دائما يفاجئنا بأعماله الجميلة. حامد روحي تخطت حاجز 8.5 مليون مشاهدة من كلمات رائد فتيان والحان محمود التركي. وبالمرتبة الأولى نروح للساحة اللبنانية من عاصي الحلاني اللي تغنى بأغنية 40-50. 40-50 تخطت حاجز 27 مليون مشاهدة من كلمات ضياء الميالي والحان عادل العراقي. وصلنا ويانا وياكم إلى نهاية فقرة فنون توب 10. يا هلا يا هلا بالجميلين. يا أخي فقرة توب 10 تأخذ شوي كذا من وقت يعني. فنتمنى من الناس اللي كانت دائما تعقب على فقرة توب 10. فقرة توب 10
احنا نتمنى انه نحط الاغاني بشكل اطول، ولكن الحقوق الفنيه تكون مشكله، يعني احيانا يحاصرونا فيها، فما نقدر انه نبث العمل او الاغنيه بشكل عام لانه تكون فيها حقوق نشر. ورجعنا من جديد لضيفنا العزيز اللي اليوم نور الاستوديو، ابراهيم. نعم. يا هلا يا هلا. مستانسة؟ شوي. تحب السوالف مال الفن؟ ما اختصاصي ابدا. زين، نرجع لك. البرامج اللي تستخدمها في الهندسة الموسيقية. بنبدا من اقدم برنامج. هو حلو ان نتعمق شوي البرامج من الاولد سكول، من بداياته لحد ما نوصل للبرامج الجديدة. اكيد. حلو. اول برنامج استعملت اللي هو ادوبي اوديشن 1.5. هذا البرنامج في ناس للحين يستعملون نفس البرنامج وما غيروا البرنامج ابدا. ايش السبب ما اعرف. فمن بعد الادوب اوديشن انتقلت الى ميكس كرافت. حلو. ميكس كرافت ما عجبني، على طول انتقلت حل بعده. نتخطى كمين برنامج لاني ما اذكر اساميهم، رحت على برو تولز، شوي شفته معقد. البرو تولز. ايوه. اوكي. معقد بس النتيجه حلوه ترى بتطلع اذا تهندس هناك ومكس وهذا. فوصلت الى استوديو 1. وصلت الى استوديو 1 اللي هو استوديو 1.5. الحين حاليا منتشر البرنامج كثير، قبل ما حد كان. لكن انت تشتغل على استوديو 1. اي نعم. زين، استوديو 1 كم تحديث كان له او كم اصدار له؟ هو استوديو 1 العادي الى استوديو 1 1.5 بعد فيه عده شو يسمونه، يكون اصدار الاول الثاني الثالث، بس تقريبا نفس الجوده يعني بنفس الجوده. حلو. لكن افضل برامج ابراهيم اللي انت اشتغلتهم، افضل استوديو 1 ما زلت اشتغل عليه. زين، لكن استوديو 1 تشتغل فيه للتوزيع او للميكس؟ الميكس والتوزيع. الميكس والتوزيع. والبرنامج هذا يعطيك يعني مساحه كبيره انك تشتغل فيها انت. الفرق ما بين البرامج القديمه والبرنامج الجديد، البرنامج القديم عندك ان الفلاتر ما تثبت نفس البرنامج الجديد. تحط الفلاتر على التراك، يعني مثلا انت سجلت تراك كامل، حطيت الفلاتر، ما تقدر ترجع يعني حل فلتر الاول اللي حطيته. يعني مثلا حطيت 10 فلاتر، ما تقدر ترجع حل اول فلتر، يعني لازم ترجع خطوه الى ترجع حل اول فلتر اذا غلط فيه ولا شيء. فانت الحين برنامج الجديد عندك بار كامل تحط فيه فلاترك، يعني تختار الفلاتر اللي تناسبك. واذا افرض انك انت غلطت في اول فلتر، حطيت وزنيه ما عجبتك، تقدر تضغط على اول فلتر وتغير لك الوزنيه كلها. يعني عمليه الفلتره تكون دقيقه جدا جدا. زين. كل فلتر يختلف عن فلتر ثاني. حلو. بشكل كبير. جميل. ما كل الاصوات يعني تستقبل نفس الهندسه. حلو. كل صوت حاله وزنيات خاصه. جميل. زين، بنرجع للمحور اللي احنا جالسين نتكلم فيه، ولكن راح نروح لضيف ناخذه بالاتصال ونقول ضيفنا اليوم ضيف عزيز جدا، ضيف عزيز عليك بالتحديد استاذ ابراهيم. اليوم معنا ضيف اللي هو الفنان عاكف البلوشي. نقول مساء الخير استاذ عاكف. مساء النور استاذ المحروقي. اهلا وسهلا فيك، منورنا يا طويل العمر. عاكف وجودكم حبيبي. الله يطول عمرك يا رب ان شاء الله. عاكف البلوشي، انت فنان عماني، صوت جميل، وتتغنى وتترنم باعمالك وذوقك بالذائقه اللون الهندي، وهلا ما كذاك؟ نعم استاذ. اي نعم. لكن اليوم احنا حقيقه مستضيفين صديقك العزيز ابراهيم، اللي دائما واثنى عليك بكلام جميل. عاكف صديق العمر، عاكف اللي دائما واقف بالصدارة. شو حاب انك اليوم تتكلم عن اخوك وزميلك ابراهيم؟ اول شيء ابو خليل ايش اقول عنه؟ هو اول شيء انسان جدا رائع، واثق مع الكل، محبوب جدا من الكل، وعزيز وجدا قريب مني ويعرف، وكلهم يعرفوا زين. ثاني شيء انا تعرفت على ابراهيم اوقات الايام الحظر لما كان كورونا، تعرفنا على بعض وكذي وما شاء الله عليه.
ايش اقول ما شاء الله عليه، يعني فنان بمعنى الكلمه. يكتب ويهندس وينتج ويصور فيديوهات، ما شفت حد مثله بعمره، يعني يسوي كل هالاشغال بروحه وبنفسه ويساعد كل شيء. يعني ما شاء الله يعني ابراهيم بتاع كله، بتاع كله، يعني إيش؟ بتاع بمعنى الكلمه. اسمعك ترى اسمعك، لا تحش. وهو ما شاء الله عليه، يعني سوينا كولاب على أغنية اسمها Only You، اونلي ثلاث لغات، 5 لغات. وبدع فيها، وأنا غنيت الهندي وهو غنى بات عربي وهندي، وفي غير واحدة نفس الشيء غنى التركي. يا سلام أغنية يعني من إنتاجه هندسة ماله، يا سلام. شيء عجيب صراحة. يعني نزلتوا فيها افكتات جميله. أيوة نزلناه، والدين عرفونا بسبب إبراهيم. يا سلام. وابراهيم يعني صراحه الامانه ينحب جدا، يعطي طابع جميل، يعني حتى يوصل المساله والرساله بكل حب. نعم. أنا قاعد الحال إبراهيم إن في أغنية أغني هو بيتكلم عن المواطنين اللي ما محصلين وظائف، فهو أحلى أغنية وانتجها. عاكف. نعم حبيبي. لا تذكر هذا. خلينا بعيد. يا ولا ولا بتجي معاي حتى انت. يعني انت عاكف معرفتك في ابراهيم قلت من ايام كورونا جمع من ايام كورونا واقتربنا جدا لبعض. نعم. لكن انت يعني في مجالك فني، ولا هل يا ترى دخلت في مجال الهندسه معه؟ دخلت في مجال الفني، ونفس الشيء مجال الهندسه ساعدني كثير في مجال الهندسه. اول شيء وعندكم ومعاكم تعاونات كثيره. ايوه يا سلام. نعم معنا تعاونات كثيره، ونفس الشيء نفس الوقت في اغاني غير قادمه ان شاء الله باذن الله. يا سلام. وموفقين باذن الله استاذ عاكف. حقيقه انا دائما احب استضيف اصدقاء ضيوفي، ويعني ابغاك توجه له رساله الحين هو يسمعك. ابو ابراهيم، لا اول شيء اني انا احبك كثير. وانت تدري بهذا الشيء، وان شاء الله العمل القادم جهز، وانت بروحك تدري وانت كاتب. ان شاء الله وما يبغى له وقت عندك كثير. فيك هالميزه انك كتابتك شيء جميل صراحه، وانا ما اقدر انتظرها. كان ويت وعندك بروجكت. امورك طيبه ان شاء الله. حبيبي تسلم، يعطيك العافيه حبيبي. شكرا جزيلا لك يا اخ عاكف على المداخله الجميله، وانت جميل مثل ضيفنا اليوم ابراهيم، وبارك الله فيك. كلماتك جدا معبره وضحكاتك الجميله يعني ما شاء الله عليك. يعطيكم العافيه حبيبي. الله يعافيك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا عليك. شكرا. مرحبا وسهلا. عاكف يعزف على تقريبا كل الآلات، ما شاء الله عليه. يعزف على كل يعني موهوب بمعنى بالفطرة. وجاته فرص يغني من برا عمان ورفض. يا سلام عليه. ليش ما أعرف. يا سلام. هو يمكن سبحان الله حاب انه يبرز في بلده. هو ما معطي نفسه أهمية. هذا لو يركز شوي على نفسه بيوصل، بس هو هامل نفسه. عشان الأعمال احنا نسحبه، احنا نجيبه غصب. تعال سجل. الوقت أدركنا والله يا أخي. شوف ساعة ما تكفي للأمانة، يعني ساعة ما تكفي. أنت الآن حسيت نحن خلصنا الساعة؟ أبدا. زين. احنا الحين اقتربنا في نهاية مشوارنا، لكن بنسولف شوي قبل ما ننهي. كيف تركز يعني على اختبار الأغنية لما تدخل بها بالنص؟ يعني هل يا ترى يشدك النص مع المعزوفة؟ شوف الراب ما في اعتماده ما يكون على اللحن وعلى الموسيقى وهالاشياء. اعتماده اكثر يكون على البيت. وعلى البيت اكثر يكون. فعندك الاولد سكول، عندك النيو سكول. النيو سكول توصيل الرسالة فيه يعني ضعيفة. بيزعلون اصحاب النيو سكول، بس هذا الواقع ترى. لان النيو سكول انت لازم تختار سطور يعني
قصيرة عشان تختم السطر وتدخل على السطر اللي بعده، عكس الأولد سكول. الأولد سكول عندك سطر طويل تقدر تعبر فيه أكثر، تقدر تتكلم فيه أكثر، تقدر يعني في 4 أسطر أنت توصل الرسالة، يعني تفهم الشخص إن إيش تبغى تقول أنت. جميل. وأنا أفضل الأولد سكول، ما زلت أفضل الأولد سكول. زين، أنا في عندي سؤال فيه فضول شوية، يمكن أنا ما ملم في أمور الراب كثير. هل يا ترى تقتبسون الألحان من مغنين أجانب مثلا، أو أنكم تمنتجون بروحكم أو توزعون بروحكم؟ لأنه كان في الأولد سكول أغلبيتهم كانوا ياخذ نفس الفكرة تكون. نفس الفكرة. ونفس الفكرة تكون. شوف عندك الأولد سكول، الآلات اللي في أغاني الراب ما كثيرة ترى. عندك الإيقاع، وعندك الآلة واحدة آلتين خلاص يكفي، لأن التركيز يكون أكثر شيء على الكلمات. فالاقتباس في اقتباسات في أكيد فيه. هو تأخذ بس فكرة يكون في اقتباس، تقدر أنت تاخذ نفس اللحن تغير وجزئيات وتغير وتقدر تضيف عليه، تقدر تضيف أشياء كثير. يعني مثلا أنا الحين فنان، كنا نتكلم أنا وياك قبل البرنامج، فنطور فكرة صح. صوت على راب يركب لأن الحين أكثر الإعلانات راب، أكثر أغاني العربية فيها جزء راب لازم. عندك ما بذكر أساميهم لأن ما أخاف إني أغلط في الأسامي، بس في أغاني كثيرة الحين طلعت غناء، يكون غناء عربي، غناء عادي تلحين وهذا، فالنص يدخل راب جزء بسيط ويرجع مرة ثانية. فهذه صارت هبة الحين. حلو، يعني اللي يغني راب واللي ما يغني راب، بس هي حلوة، صاروا في المجال. هي حلوة بالنسبة لي أنا، حلوة شوي كنوع من التغيير. بالضبط، تدمج ما بين اللون البياتي وما أدري، يعني تحط خلطتك الجميلة هذه وتطلع بعمل جميل جدا. بالضبط يا أخي. الوقت ضيق جدا، يعني وصلنا لنهاية برنامجنا، لكن اليوم وانت من هذا المكان الجميل، شو حاب تقول كلمتك، الكلمة اللي تناسبك وتوجهها للناس؟ أنا أوجه كلمتي لك، شكرا على الاستضافة، لأن أنا رفضت أني أروح المقابلات، لأن مثل ما تقول قلت لك أن عندي فوبيا، أنا ما أقدر أني أكون قدام الكاميرا وهذا. نعم. شو حسيت اليوم؟ حسيت بشيء خلاص، يعني حسيت من بداية المقابلة حسيت خلاص استدركتك، يعني خلاص ما تخاف الكاميرا؟ خلاص صحيح، أمورك طيبة. صحيح. أصور فلوقات الحين الله. زين. فهذه هي الفكرة، بس بغيت أوجه الناس اللي كلامي على الناس اللي حابين يدخلون في هالمجال، حابين يدخلون في مجال يعني سواء الفويس أوفر، إشعار، أي شيء، لا تخاف. ترى الكل هني بدايته كانت مؤلمة واجد. الميكروفون 3 ريال. بالضبط، انت خذ لك يعني عدة بسيطة وابدأ مشوارك. صحيح. انت بتشوف الابواب بتنفتح لك بنفسها، يعني أكيد. بتشوف عروض، بتشوف اعلانات، يعني اشياء كثيرة بتجيك، فلا تخاف. يعني تحلو بالايمان وواصل مشوارك، ولا عليك من احد. صحيح. هذه الله. اختصرناها في كلمتين. بالضبط. وشكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. كان يعني حوار ونقاش جميل ومثري بنفس الوقت، ولكن الوقت يدركنا كثير. وقتك السيف. نعم، وهو شرخنا السيف. زين. فنقول احنا اليوم وصلنا لنهاية برنامجنا، برنامج نوتة فنون، اللي عودناكم متابعينا ومشاهدينا نظهر فيه بحلة كل ثلاثاء من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنتنا الحبيبة. كان اليوم معي ضيف جميل، ضيف إبراهيم البلوشي، واستمتعت حقيقة جدا بالنقاش والحوار معه. أقول شكرا جزيلا لكل من تابع حلقتنا لليوم، ودمتم في حب وتصبحون على ما تتمنون.